ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا تاني نعتذر عن التأخير ده. امتحانات بقى وكده. وبمناسبة الامتحانات، طبعا الامتحانات دي حاجة يعني رخمة جدا، من أصعب الفترات ومن أصعب الحاجات اللي بتمر بيها في حياتك الامتحانات دي. وإجبارية، يعني أنت غصب عنك لازم هتمر امتحان، ما ينفعش مثلا تخش أو ما تخش الكلام ده. وبالذات طبعا بتوع الثانوية ربنا يعينهم، اللي خلاص داخلين على الامتحانات اهم. فلو انت في الثانوية طبعا دول اهم، ولو انت مثلا في كلية او اي مرحلة تانية امتحانات في حياتك وداخل على امتحانات او بتمتحن، فالفيديو ده ان شاء الله فيه كام حاجة كده او كام حاجة غلط بنعمله، او انت ممكن تكون مش واخد بالك منهم تعملها غلط وانت مش واخد بالك. فالحاجات دي ممكن تضيعك او تضيع كل اللي انت بتعمله، وتبقى حاسس انك تمام وفل ومخلص كل حاجة وكده، بس حاجات وقعت فيها او تكون انت بتمارسها فهي اللي بتخليك ما تحصلش اللي انت عايزه في الاخر يعني. فان شاء الله هنحاول نقولهم في الفيديو ده. يلا بينا. اول حاجه اللي احنا كلنا طبعا عارفينها، هي القلق والخوف والتوتر اللي بيجي قبل الامتحانات ده. طبعا مفيش يعني، كلنا عارفين الحركه دي. بس هو ده حاجه طبيعيه وعادي، ولازم تخاف وتقلق وتتوتر وكل ده. ويمكن ده اصلا الحاجه اللي يعني اللي بتخليك تطلع احسن ما عندك، هي اللي تديك الزقه. عارف زي شعلة البوتاجاز كده، زي ما بتدور العربيه وبعدين العربيه تمشي زي ما تزق، هي اللي بتخليك تنجز الحاجه تنجز الامتحان، تأدي حلو في الامتحان ده، تذاكر بتاع. بس ما تخليش الخوف والقلق والتوتر ده يحرقك يعني. ما خليه مثلا زي شعلة البوتاجاز يولع بوتاجاز، زي تدويره العربيه تدور العربيه، بس ما تخليش يعدي المرحله دي ان هو يخليك ما تقدرش تعمل حاجه اللي عليك، ما تقدرش تأدي في الامتحان حلو. فمعنى ما تخلوش ياكل فيك من جوه يعني. ما تخل... الشعله بتاعت البوتاجاز دي ما تخليهاش ولعه كبيره اللي بحيث تولع في البوتاجاز، لا انت محتاج شركه صغيره. تدويره العربيه نفس الكلام. اي حاجه فهي حاجه بسيطه تطلع منها نتيجه حلوه في الاخر، بس ما تخليهاش بقى دي تكبر قبل ما انت النتيجه فتحرق وتاكل، ما تخليكش تطلع كل اللي انت عايزه في الاخر. فانت حاول على قد ما تقدر تهدي نفسك وتخرج نفسك من القصه دي. هو زي ما قلت ما فيش منها مفر، وكده كده لازم تخاف وتقلق، بس ما تخليهاش تعدي حدودها معاك يعني. انت كلم نفسك، كلم نفسك عادي يعني، مش مجنون ولا حاجه، لا عرف نفسك ان عادي ما فيش حاجه، انا عملت اللي عليا، كده كده امتحان وهيعدي وكل ده. بس انت خلص اللي عليك، اعمل كل اللي عليك وزياده وروح الامتحان. انت الامتحان مجرد تقضيه واجب، انت مجرد ما عملت اللي عليك انت الباقي كله خلاص، انت مالكش دعوه. هتخاف من جو امتحان، من ان هو امتحان اخر السنه، انك مصير ايا كان، بس لازم يعدي ولازم تدي نفسك عشان تقدر تعدي المرحله. تاني خطأ بقى بنقع فيه، او تاني حاجه، هي سوء اداره الوقت المتبقي. يعني ايا كان الوقت اللي فاضل معاك، شهرين، اسبوعين، اسبوع، يومين، ساعتين اللي قبل امتحان المراجعه الصبح، فمش مهم الوقت اللي فاضل ده قد ايه، بس المهم ان انت تدرك او تفكر الاولويات والحاجه اللي عليك. يعني الوقت اللي انت معاك ده مزنوق فيه، ما تضيعهوش بسهوله. انت تحط اولوياتك بحيث ان انت تحاول تطلع منه باكبر قدر، اكبر نتيجه ممكنه ممكن تطلع بقى في الوقت ده. انما ما تقعدش بقى اتزنقت ومعاك وقت قليل تجيب من ده وتجيب من ده وتجيب من ده، بحيث انك بتخلص في الاخر ده نفسك ما طلعتش حاجه، كربست دماغك وخلاص على الفاضي، فما استفدتش حاجه من الوقت ده. فانت لازم تنظم الوقت اللي معاك ده حلو. وبمناسبه بالذات فتره الامتحانات، حاول تستغل الوقت ده زي ما بقول لك ان انت تطلع بيه اكبر نتيجه للامتحان اللي هو المذاكره طبعا. اقطع بقى علاقاتك بكل الناس، بلاش اجتماعيات، بلاش افراح، بلاش صحاب، بلاش ناس، بس فتره الامتحانات دي عشان تستغل الوقت اللي فاضل معاك ده بس. تالت حاجه بقى، او تالت حاجه غلط بنعملها بالذات في الامتحانات، هو استغراق في الندم على الوقت اللي ضاع ده. تقعد تندم كتير على الوقت اللي ضيعته او اي حاجه، الاستغراق في الندم عامه. فما تفكرش في الوقت ده، لان انت بتستفاد حاجه هو مش هيفيدك. انت بس مجرد عمال تضيع وقت وتضايق نفسك وتاكل في نفسك مش هتعرف تذاكر وتركز. لا، ركز على اللي في ايدك دلوقتي وركز على اللي جاي، لان هو الوقت ده كده كده عدى. انت بقى تقعد لو كنت بدات كذا، طب لو كنت عملت دي، لو كنت الساعتين او اليومين ما ضيعتهمش، ده كله بيضايقك وبيأثر على نفسيتك. بس انت مش تقدر تذاكر حلو او كويس بسبب عمال تضايق نفسك والتفكير شغلك في نفس الوقت. هو مش هيفيد بحاجه، حتى لو بعيد عن المذاكره انت فكرت فيه مش هيرجع. انت ركز بقى على اللي في ايدك دلوقتي تستغله بس. رابع حاجه بقى، وهي دي حاجه طبعا لا غنى عنها كلنا دلوقتي، السهر والتطبيق، وبالذات طبعا في ايام الامتحانات. وكلنا طبعا نومنا بايظ دلوقتي، والايام متشقلبه، والصبح ليل والليل صبح وكده. وبالذات طبعا لما بتيجي الامتحانات تبقى عايز تخلص تنجز، فتطبق وتربط اليومين في بعض وكده.
هو الناس نوعين، يعني في ناس بتحب تنام بالليل وتصحى الصبح وتركيزها كله يبقى الصبح، وفي ناس بتحب تنام الصبح وتسهر بالليل وتركيزها كله يبقى بالليل. ده تمام، انا معاك، ويمكن تركيزهم يبقى احسن بالليل الناس اللي هي بتسهر دي. بس لازم في فتره الامتحانات غصب عنك لازم تظبط ده وتعدل ده، تيجي على نفسك شويه. بس فتره الامتحانات دي حتى لو انت طول حياتك بتنام الصبح وتسهر بالليل وتركيزك كله بيبقى بالليل، بس الفتره دي لازم، لان هو الامتحان الصبح، ما حدش هيعرف يجيب لك الامتحان بالليل، انت كده كده هتصحى تروح الامتحان الصبح. فلازم تظبط دي، لان انت مش هتروح الامتحان مطبق طبعا او رايح سهران، فهتاثر على تركيزك، مش هتعرف تحل كويس وكده. فانت لازم تحاول تظبط نومك، تيجي على نفسك شويه في فتره الامتحانات دي بس، لان التركيز كله بيبقى الصبح. الامتحان الساعه 9 الصبح او 10 في الاغلب بقى 9 الصبح. حاول تتدرب عليها من دلوقتي عشان لما تيجي الامتحانات تبقى في كامل تركيزك ومركز حلو، تعرف تحل حلو وانت داخل الامتحان. خامس حاجه بقى وهي التفكير في المستقبل، وبالذات بشكل سلبي. وطبعا بتوع الثانويه والنتيجه والتنسيق دول مخصوص، يعني اكتر حد واكتر ناس بتفكر في الموضوع ده. ما انت قاعد بتذاكر وتلاقي كل تفكيرك في النتيجه والمستقبل ويوم الامتحانات انت مالكش دعوه بالكلام ده. هو اولا دي حاجات في علم الغيب، يعني انت ما تملكهاش خالص، دي مش في ايدك ايا كان، سواء بتعمل او ما بتعملش، دي مش بتاعتك. انت كل اللي عليك ان انت تذاكر او تعمل اللي عليك وزياده وتخلص وبس. الباقي بقى كله مش بتاعك خالص. زي ما قلت في اول فيديو، انت بتعمل اللي عليك وتروح الامتحان مستريح. انت خلصت اللي عليك، روح الامتحان، خلي مش فارق معاك حاجه، يعني خلي في دماغك كده ان انت خلاص مش ما تفرقش، ما تفكرش في المستقبل، ما تفكرش في نتيجه الامتحان، ما تفكرش في اللي جاي، لان انت خلاص انت اخرك ساعه ما عملت اللي عليك. مجرد ما دخلت الامتحان توفيق ربنا بقى، بعد كده مش بتاعك خالص يعني. فحاول ما تفكرش كتير في اللي جاي. هو لازم يعني ما فيش، يعني مش تعرف تفضي دماغك خالص من التفكير، ويمكن ده اللي هيشجعك شويه. بس ما تخليش الموضوع ياخد معاك اكبر من حجمه، عشان ما هيشغلك جامد عن التفكير وهيضايق عن المذاكره وهيضايقك جامد. وبس كده، دول كانوا يعني 5 حاجات كده خلاصه، يعني اخطاء، فحاول تتجنبهم وانت داخل على امتحانات، وبالذات رجاله الثانويه. ربنا معاك ويوفقكم ان شاء الله، وتخرجوا منها على خير وبالتوفيق باذن الله. سلام.